وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، إننا الآن نواجه خطرا داهما، وهو خطر الانفتاح مع الشيعة وفتح المجال لهم لدخول مصر. ولعل من نافلة القول أن أذكركم بأن الشيعة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون السيدة عائشة رضي الله عنها المطهرة الطاهرة بالزنا، ويقولون بأن القرآن محرف، وقد طعنوا في الإسلام أكثر من طعن اليهود والنصارى فيه، فأنتم تعلمون ذلك جيدا. لكن الذي أريد أن أوجهه، ما هو واجبنا تجاه هذا الانفتاح، وأنهم سيأتون للسياحة في مصر ينشرون عقيدتهم ومذهبهم الشيعي. رسالة إلى الشعب المصري العظيم، الشعب ذو العقيدة الراسخة، الشعب الذي يحب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ويفديهم بنفوسه وأرواحه. أتستضيفون في بلادكم من يسبون أصحاب نبيكم؟ أتستضيفون في بلادكم من يتهمون زوجة نبيكم؟ أتستضيفون في بلادكم من أراقوا دماء أهل السنة في العراق وفي لبنان وما زالوا يريقونها في سوريا، وكذلك يريقونها في اليمن؟ إذن ما واجبنا؟ أولا، يا أصحاب الفنادق لا تستقبلوا الشيعة فيها أبدا. ثانيا، يا أصحاب المطاعم لا تطعموا الشيعة إذا نزلوا مصر. ثالثا، أيها المرشدون السياحيون المؤمنون بالله ورسوله، لا تستقبلوهم ولا ترشدوهم. رابعا، أصحاب التاكسيات لا تحملوهم، دعوهم في الشوارع. خامسا، أصحاب المحال التجارية لا تبيعوا للشيعة شيئا. وأنا كرجل مصري أتكلم بشعور المصريين أيها الشيعة الإيرانيون وغيرهم، لا نرغب فيكم تنزلوا بلادنا. أيها الشيعة، اعلموا أن الشعب المصري يكرهكم ويعاديكم منذ أنشأتم الدولة الفاطمية الشيعية التي كانت تجبر الأئمة على المنابر أن يسبوا أبا بكر وعمر. فجاء صلاح الدين الأيوبي الكردي السني فقضى على الدولة الفاطمية وقضى على الأذان الشيعي وأبطل سب الصحابة وأظهر الترضي عنهم. لا تظنون أنكم ستجدون لكم وطأ قدم هنا، كلا. أيها الشعب المصري العظيم، نحن نريد أن نرسل رسالة إلى الشيعة الإيرانيين: لن يستقبلكم أحد، لن يبيع لكم أحد، لن يطعمكم أحد، لن يسكنكم أحد، لن يرشدكم أحد، عودوا إلى بلادكم. هذه رسالة إليكم. إن اتفق معكم وزير السياحة فهذا رأيه الشخصي، لكننا كشعب سني عظيم يتمسك بعقيدته ويفدي الصحابة بروحه ودمه ويفدي زوجة نبيه بنفسه وعرضه، لا يقبلكم أن تدخلوا إلى بلادنا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.